ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن عربية صيني بس عاملة نفسها انجليزي شوية. عربية ام جي 5. هنتكلم عن متوسط اسعار العربية في السوق ومواصفاتها، عشان لو بتفكر تشتريها ولا حاجة تبقى عارف ايه الفرق بين الفئات، وسعر العربية عامل كام النهاردة لموديلات 2025 في السوق المصري. كل ده واكتر هنعرفه بعد الفاصل. شركة ام جي او موريس جروش دي بدأت في بريطانيا عام 1924، وفضلت لسنين طويلة رمز للسيارات الرياضية الصغيرة. لكن في الآونة الأخيرة شركة سايكت الصينية استحوذت عليها، وتحولت ام جي لعلامة بتركز إن هي تقدم سيارات عصرية بسعر منافس وتقنيات حديثة. لو عايز تعرف أكتر عن تاريخ شركة ام جي، هسيب لك الفيديو الخاص بعيوب ومميزات ام جي زد اس، هتلاقي في تاريخ شركة ام جي بالتفصيل. ام جي دي شفناها في مصر زمان في عربية كانت بتنزل زمان، بس ما حققتش نجاح كبير. بس في 2018 المنصور للسيارات خد علامة ام جي مرة تانية، وادى ثقة كبيرة للمستهلك بان هو ادى ضمان كبير على العربية. وبدأنا نشوف العربية ام جي 5. ابعاد العربية بسرعة: الطول 4 متر 60 سنتي، العرض متر 80 سنتي، الارتفاع متر 48 سنتي، قاعدة عجلات 2 متر 68. اهم حاجة الخلوص الارضي بتاع العربية 11 سنتي ونص، ودي مشكلة في العربية ان هي تعتبر واطية شوية عن الارض وبتحك في المطبات بسهولة. العربية بتيجي بموتور واحد 1500 سي سي 4 سلندر 16 صباب، بيطلع 120 حصان عن 6000 ار بي ام، وبيطلع عزم دوران 150 نيوتن متر عند 4500 ار بي ام. والارقام الموتور هنا تعتبر كويسه مش وحشه. المشكله بس ان هو متوصل بفتيس سي في تي، فمش هتحس بالارقام دي قوي. مكتوب هنا في الكتالوج ان استهلاك البنزين بتاعها 5.8 لتر كل 100 كيلو، وده يعتبر الاستهلاك المثالي اللي مش هتشوفه، بس الرينج الطبيعي بتاعها بنتكلم من 8 ل 10 لتر. وطبعا العربيه بتيجي بنظام دفع امامي ونظام التعليق الامامي ماكفيرسون وخلفي تورشن بيم. اللي بيميز عربيات الام جي في مصر الامان بتاعها، او انظمه الامان اللي قبل الحادثه. زي مثلا عربيه فيها نظام اي بي اس اللي هو منع انزلاق الفرامل، واي بي دي توزيع قوه الفرامل، والاي اس بي نظام الثبات الالكتروني. والعربيه بتيجي باتنين ايرباج للفئه الاولى. والعربيه بتيجي فيها حساسات ركنه خلفيه وكاميرا خلفيه في الفئه العاليه، ونظام مراقبه الاطارات. العربيه موديلات 2025 منها في مصر موجوده في فئتين. فئه الاستاندرد دي بتيجي بسعر 905000 جنيه، ودي بتيجي بتجهيزات الامان اللي قلنا عليها، وبتيجي متجهزه بالحاجات الاساسيه: فرش قماش، باور، تكييف، ريموت كنترول، المرايات طبعا ضبط كهرباء، فتح الازاز الاربع بيبان كهرباء، الكاسب بتاعها بيجي عادي في مدخل اي اكس وبلوتوث، وبتيجي كمان بجنود 16 ومثبت سرعه وانذار. فئه اللكجري بتاعت العربيه بتدفع 100000 جنيه كمان، وبتوصل سعرها مليون جنيه. بتاخد شويه الكماليات دلع شويه، بتاخد مرايات ضم وفرش جلد وسنسور بارك في العربيه وفتحه سقف، وبيشيل الكاس العادي ويحط لك شاشه تاتش. كراسي العربيه بتبقى كهرباء، الابواب عندك هنا بتفتح بصمه، بيزود لك مدخل يو اس بي في الكاسيت، وبيديك كمان تحكم في نظام الترفيه من الطاره. واهم حاجه بدل ما بتبقى 2 ايرباج بتبقى 4 ايرباج، وبيجي لك كمان نظام ستارت ستوب انجن للعربيه من غير مفتاح، وكاميرا خلفيه عشان وانت بتركن، ونظام جي بي اس. انا في رايي اهم فرق هتاخده في العربيه في الفئه دي بالذات الكراسي الكهرباء وفتحه السقف والشاشه والاربعه ايرباج. وفي النهايه لو انت بتدور على عربيه تكون واسعه وعائليه وتشيل 5 افراد مستريح، بس خلي بالك الخلوص الارضي بتاعها قليل شويه وموجوده في السوق بقالها فتره مع توكيل قوي، فالعربيه دي تبقى مناسبه ليك. بس نصيحه مني لو هتجيبها تبقى ساكن في حته ما تبقاش مكسره قوي، وفي نفس الوقت تبقى طبيعه سواقتك هاديه كده وبالراحه على العربيه، عشان دي عربيه في الاول وفي الاخر الفتيس بتاعها سي في تي، والنوع ده من الفتيس ما بيحبش القرص. بس ده كان كل حاجه النهارده. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تنزل تبص على الفيديوهات اللي فاتت، تشوف اسعار العربيات، عيوب ومميزات العربيات، هتلاقي حاجات كتير ان شاء الله هتفيدك. واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.